ناس كتير بتكلمك عن فوائد الصيام وهم تحت التكييف وقاعدين على الأريكة. في حد قبل كده كلمك؟ محدش قبل كده كلمك وهو مقفهر وماشي في عز ايه بقى، في عز النقحة وفي ذروة الصيام، زي ما شفتوني كده وانا ماشية في عز الحر في الصيام. فكنت عايزة اذكر نفسي بفايدة الصيام واهمية الصيام علشان اقدر اصبر في حرارة الشمس، وكنت اموت من العطش وريقي ناشف، بمعنى كلمة ريقي ناشف. فكنت لابد ان انا اذكر نفسي باهمية الصيام وفايدته علشان ده يصبرني. طبعا ما كنتش اقدر اقول لنفسي الكلام الساذج بان انا عشان احس بالفقير، لان انا هموت من العطش، ريقي ناشف وتعبانه جدا جدا، فازاي عشان احس بالفقير؟ فيعني قلت لا، في فايدة في الصيام. الفايدة في الصيام اني انا كنت قبل الصيام بستمد طاقتي عشان اتحرك واشتغل من الاكل ومن الشرب. اثناء الصيام انا هستمد طاقتي منين؟ اديني ماشيه اهو، ورحت شغلي ورجعت من شغلي. كنت بستمد طاقتي منين؟ كنت بستمد طاقتي على العمل من داخل ذاتي، من داخل ذاتي. إذا هي طاقة روحية مستمدة من الله سبحانه وتعالى. إن إحنا في شهر رمضان بنعظم من الطاقة الروحية دي وبنديها مساحتها علشان تخرج. وده طبعا بيستشعرنا إزاي بقدرة الله سبحانه وتعالى وبوجود الله سبحانه وتعالى، وده اللي بيصبرنا على يعني عذابات الصيام أحيانا. لأن طبعا في فرق طبعا بين اللي بيصوم يعني قاعد في بيته تحت التكييف، بيشغل مواد معينة بيتفرج عليها، طبعا ده يعني بيحس بالصيام بطريقة أقل كتير جدا جدا جدا. إنما اللي بيخرج وبيروح شغله وبيمشي في الشمس وبيتعرض للحر ومع ذلك بيستمر في صيامه، طبعا ده يعني محتاج قوي إنه يعرف هو ليه بيصوم أكتر. هو ربنا عاوز يعذبه؟ لا طبعا ربنا مش عاوز يعذبه. انما من خلال العذاب ده يعني هو يعتبر عذاب برضو، يعني جزء من العذاب يعني. فمن خلال ده بيصل الانتصار، ما انه انتصر، يعني احساسه بلذة الانتصار. النهارده انا مشيت في الحر، كان ريقي ناشف جدا، كنت تعبان جدا جدا، ومع ذلك انا وصلت يومي وصمت. ومع ذلك مش هو يوم وخلاص، ده وبكره وبعد وان شاء الله بعده، ولمده 30 يوم انا هواصل الصيام ده بنفس الكيفيه كده وبنفس الصمود كده. ده اذا انا بطل. ربنا عاوز يعرفني ان انا بطل، ربنا عاوز يعرفني ان انا بقدر انتصر على شهواتي، ربنا عايز يعرفني اني انا انسان جدع، انسان صامد. اخترت بعقلي، ربنا اداني عقل، اخترت الصيام بعقلي، وكان عندي الحرية واستخدمت الحرية صح، لاني مش مجبورة على الصيام. اصل الانسان اللي مجبور على الصيام يعني خلاص مش هياخد ثواب. ده غير ان الصيام ده يعني مختلف جدا عن جميع العبادات. يعني انا ممكن ارغم ابني يقوم يصلي، قوم يا ابني اتوضى، وانا شايفاه قوم اتوضى وصلي، وهرغمه. وطبعا ده غلط، لان انا لازم اعلم ابني ان عنده حريه، ان ربنا سبحانه وتعالى اداله العقل واداله الحريه، وبالعقل وبالحريه ده ربنا هيحاسبه انه اختار ايه، اختار يصلي ولا ما يصليش. فطبعا يعني يعني غلط جدا جدا الانسان او الاب او الام اللي بيرغم ابنه يصلي او انه يعمل له عقوبه لو ما صلاش. فده في رايي طبعا انه غلط جدا جدا. لان فين الحريه؟ الدين اساسه الحريه. ربنا بيديني الحريه واداني عقل واداني ان انا اختار، انا اربيه بس احببه في الصلاه، اكافئه عليها واحببه فيها. الصيام بقى من الحاجات، يعني لو قدرت ان انا اعمل الغلط في الصلاه وارغم حد انه يصلي، زي ما بنسمع احيانا ان في السعوديه ما اعرفش اللي ما بيقفلش المحل ويروح يصلي، مش عارفه ساعات جماعه ما اعرفش اسمهم ايه بيضربوه ضربه، كلام يعني صعب جدا الصراحه. فاذا قدرت ارغم حد ان هو يصلي وده غلط غصب عنه، فمش هقدر، مستحيل ان ارغم حد اراقبه الكام ساعه بتوع الصيام بقى من صباحيه ربنا من بعد الفجر لحد المغرب، هراقبه ان هو ما كلش وما شربش. يعني ده صعب جدا ان لم يكن مستحيل. فالصيام هو العباده اللي بتتجلى فيها قوي قوي حته الحريه اللي ربنا عايزنا ان احنا نكون احرار. حته الحريه ان انا اكون حر، انا ممكن افطر وممكن ما افطرش، محدش هيقدر يعرف ومحدش هيقدر يكون له صايع عليا، انا ممكن اكذب. فلذلك يعني انت وصايم بتستشعر قد ايه ان انا عندي الحريه دي،
قد ايه ان رايي وقراري في ايدي مش في ايد حد تاني. قد ايه ان انا طيب جدع بقى، قدرت اهو اصوم، مش يوم ولا 2 ولا 3، ده انا وصلت لحد اخر الشهر، اذا انا جدع. وبستشعر برضو اذا كان ربنا سبحانه وتعالى امدني بالطاقه الروحيه دي اللي قدرت بيها اشتغل واعمل شغل واتعرض لظروف صعبه، ومع ذلك صمت واشتغلت واديت عملي. يبقى معنى كده ان بعد رمضان ان شاء الله لما هيبقى عندي طاقة تانية مستمدة من الاكل بقى ومن الشرب، يبقى لازم كفاءتي في العمل تبقى اكتر، يبقى لازم كفاءتي في الشغل تبقى احسن واحسن واحسن. اللي كنت بنجزه في رمضان ده وانا صايم، ده لازم انجز اضعاف مضاعفة وانا فاطر. المفروض يكون عندي طاقتين، طاقة مستمدة من الاكل والشرب، والطاقة الروحية اللي انا لازم احافظ عليها بعد كده. ان عندي طاقة روحية مستمدة من الله سبحانه وتعالى، اني اقدر كده ان اكون شجاعة، واكون يعني عندي القوة ان انا اعمل شغلي، وان انا اكون صح.